عيوطه جديد ظهر للنادي الاهلي بعد عيوطه افريقيا. في بقى مع عيوطه محليه ظهرت للنادي الاهلي، وقال ايه؟ انا همنع استثماراتي من البلد. قال يعني كان في استثمارات يعني؟ هو الفار فين؟ بس بالله عليك قبل ما نبتدي الحلقه ما تبخل على رب اللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما ابدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خليك معايا كده بقى وما تدخلش على باللايك، لان معايا شويه حركات وشويه حلويات كده، فما تضيعهمش عليا باللايك بالله عليك، وكومنت حلو اذا كنت بتكتب، يعني مفيش حد بيكتب. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه. بيراميدز نزل بيان امبارح. احنا عارفين الاول ان بيراميدز كان عايز حكام اجانب، وقال ايه؟ اتحاد الكوره ما وافقش. واحنا كجمهور للنادي الاهلي بنقول لك يا كابتن محمود يا خطيب، لازم تصمم على حكام اجانب. الجمهور الاهلي بيطالبك بحكام اجانب عشان المسرحيه دي اللي الاهلي بيتعمل عليه فيلم. الاهلي بيتعمل عليه فيلم. هقول لك ليه. بيراميدز كان طالب حكام اجانب، تمام؟ طلع اتحاد الكوره قال لك بناء على قرار اللي هو الراجل الجديد اللي هو بتاع لجنه الحكام دوت الجديد اللي جايبينه، الراجل قال لك لا، لازم المباراه تدير بحكام مصريه. طبعا الكلام ده كله اونطه في اونطه. هقول لك ليه. انت لسه بتقول يا هادي يا عم الحكم انت، فانت لما بتبداش ما تبداش بماتش مهم، ابتدي بماتش يعني ايه على قدك كده، ابتدي بماتش على قدك. ما انت هتبتدي بنهائي كاس مصر وبين فريقين ما بيحبوش بعض اصلا، اللي هو الاهلي وبيراميدز، لان بيراميدز معمول كتف النادي الاهلي. وعايز اقول لك حاجه، فتش مين الرئيس الشرفي للهلال السوداني اللي كان عامل قلق للنادي الاهلي والابن المدلل وبيانات وتصريحات وحكايات وروايات؟ ايوه بالظبط. هو مين اللي عمل الاسيوطي اللي هو بيراميدز كتف النادي الاهلي؟ ها بالظبط زي ما انت قلت كده. هو ده فعلا اللي بص مولع الدنيا. الراجل ده هو اللي مولع الدنيا وهو اللي بيسوق. اوعى تفتكر ان الناس دي متساقه. الناس دي متساقه. الراجل ده اللي بيسوق. عارف انت كده العرايس لما بتقعد تعملها كده، هو بيحرك كده بالظبط. هو بيحرك، اطلع قول كذا، اطلع اعمل كذا، اطلع مش عارف ايه. ففي لعبه بتتلعب على النادي الاهلي دلوقتي ماشي. ان طبعا احنا عارفين يوم الاثنين الجاي ان شاء الله النهائي بتاع بيراميدز والاهلي. ازاي بيراميدز عايز بطوله؟ ده بيراميدز صارف وبيدفع للمسؤولين هنا وبيدفع لهنا وبيدفع لاتحاد الكوره هنا وبيدفع. ازاي يقعد 5 سنين من غير بطوله؟ هقول لك انا على القصه يا سيدي. طبعا الاهلي يخلص من عيوطه افريقيا، يخش على عيوطه بيراميدز، عيوطه محليه جديده. وكأن الاهلي مطالب انه يتبرع ببطولاته علشان الانديه تحافظ على استثماراتها. زي بالظبط، خد بالك، زي بالظبط ما تم توجيه بطولتين الدوري بالاحتواء تحت رعايه وزير الرياضه، ماشي، اللي وضع خطه لاتحادات الكوره في مختلف الالعاب عشان يفوز الزمالك، عشان استقرار الزمالك. تمام كده؟ صح؟ مش هو ده اللي حصل؟ هو الزمالك خد بطولتين الدوري ليه؟ والناس عماله معلش يعني تقول لك الزمالك خد بطولتين الدوري بناس اقل من اللعيبه اللي كانت موجوده. يا عم انت خدت بطوله الدوري بالاحتواء بالحكام والناس كلها عارفه، وانت بتضحكوا على نفسكم وبتطلعوا تاكلوا عيش وبتقولوا الكلام ده. تمام يا سيدي. نادي بيراميدز اللي هو الاسيوطي بيقول لك ايه؟ الاستثمارات. بيقول استثمارات. طب ممكن حضرتك تطلع تقول لي كنادي بيراميدز فين هي، او كاي حد يعني معلش، فين هي الاستثمارات بتاعت بيراميدز؟ انا عايز استثمار واحد بيراميدز بيستثمره. ده الملعب اللي حضرتك بتلعب عليه متأجر. اللعيبه جت بالملايين ورفع السعر الرواتب، والمحصله ايه؟ معلش 5 سنين انت ما بتاخدش بطوله. لا خدت بطوله دوري ولا خدت بطوله كاس ولا خدت سوبر انا بكلمك في المحل بقى، ماليش دعوه بافريقيا. ولا خدت سوبر محلي ولا خدت كونفدراليه، وبتطلع على طول تالت. عمرك ما طلعت تاني في ال5 سنين، يا تالت يا رابع. فين هي الاستثمارات؟ فين اللي بيراميدز عمله؟ معلش، لا حضرتك جيت بنيت مدينه رياضيه عشان في البيان بتقول مش عارف ايه وايه، لا في مدينه رياضيه ولا في اي حاجه. اقول لك حاجه، طب فين قطاع الناشئين بتاع بيراميدز؟ بتاع بيراميدز؟ بيراميدز قدم كام لاعب دولي للمنتخب المصري؟
معلش بقى، ما احنا عايزين نقول بقى انت حضرتك بتهددنا انك هتمشي. يا عم ما تمشيش، لانك انت فايد. فايدنا بايه بقى؟ قدمت كام لاعب للمنتخب المصري؟ طيب صرف كام وكسب كام من استثماراته؟ ما احنا لازم نفهم. انت حضرتك بتقول استثمار، معنى كده انك بتربح في ربح. طب انت حضرتك كسبت ايه وربحت ايه؟ انا بيتهيألي انت بتخسر، بيتهيألي مفيش مكسب، لا ده في خساره. يا ابني يا ابني، بتخسر، مفيش مكسب، في خساره. الاسيوطي عايز البطوله، الاسيوطي عايز البطوله دي باي طريقه، والسبب انها هتكون من النادي الاهلي، انها هتكون من النادي الاهلي. النادي بقى بص اللي هو يعني معلش لك ان تتخيل ان النادي بيراميدز ده معمول كيد نسا في النادي الاهلي. كيد نسا والله، ما هو النسوان هي اللي بتعمل كده، كيد في النادي الاهلي، كيد في النادي الاهلي. فبيراميدز بص بيعمل اي حوار، اي حوار انا جاي لك، لان في لعبه شغاله. ميزه بيراميدز الوحيده انه بيصرف على مسؤولين في اتحاد الكوره. هقول لك ليه. معلش انت حضرتك طالب، ما في حاجات بتبين. حضرتك طالب 20,000 متفرج، قلت 10 للاهلي و10 لبيراميدز. طبعا بيراميدز ما عندوش جمهور، بيراميدز ما عندوش جمهور، مع ان المفروض ده لسه عامل، انت لسه عامل مباراه للنادي الاهلي مع الهلال، عامل معلش يعني انت عامل كام؟ عامل 50,000 متفرج، 60,000 متفرج. فليه ال 20,000 دول؟ ليه ال 20,000 دول؟ هقول لك ليه. عشان خاطر بيراميدز ما مش هيقدر يدفع التذاكر، وعايز يقلل الجمهور. هو مش عايز يكتر الجمهور، عايز يقلل الجمهور، مش عايز يكتره. فمعلش، مع ان كان ممكن الجهات المعنيه او الجهات الامنيه توافق بعدد اكبر، خصوصا ان كان في تجربه من الهلال السوداني. الاهلي كان بيلعب الهلال السوداني و60,000 متفرج كوم زي الفل، مشوا ولا حد غلط في حد، والدنيا حلوه والدنيا زي الفل، والشرطه الله يبارك لها كانت منظمه الدنيا، والجمهور الله يبارك له كان منظم الدنيا، كان في تعاون، كان في تعاون. ليه ما نكررش؟ لا اصل الاسيوطي ما عندوش جمهور فاحنا هنجيب للاهلي، ما ينفعش. طب ايه، ما كده مش هناكل عيش، احنا كده مش هناكل عيش. وطبعا عشان ما قلت لك، عشان بيراميدز مش هيقدر يدفع التذاكر. ما انت لو كنت 55 25 و25 يبقى بيراميدز هيدفع ال 25 تذكره. فانت حضرتك قلت 20، ال 20 ممكن تكون سهله، ممكن تكون سهله. اللي بيعمله اتحاد الكوره هي تهيئه لاجواء، معلش هي تهيئه لاجواء ان الاسيوطي يفوز بالبطوله، يفوز بالبطوله. احنا عارفين طبعا ان ده وسيله ضغط، ده وسيله ضغط. انا بقول لك يا كابتن محمود يا خطيب، لازما حضرتك تقول انا عايز حكام اجانب، انا عايز حكام اجانب. معلش حضرتك طلبت حكام اجانب وقلت لا عشان مبدا تكافؤ الفرص. انت كده الحكم المصري اللي هيجي حضرتك حاطط تحت ضغط عشان يثبت ان هو مش جاي على النادي الاهلي، تمام؟ فهيبتدي يجي على النادي الاهلي، صح كده؟ ما دي وسيله ضغط، دي وسيله ضغط. ولو حضرتك فاكر كان في سنه من السنين كان بيراميدز، كان الاسيوط، اللهم صل على السلام، كان سموحه انا فاكرها والله، كان سموحه والزمالك كان في نهائي الكاس، وكان سموحه طالب حكام اجانب. وانا فاكر ان مهندس فرج عامر كان طالب حكام اجانب. ساعتها طلع حاجه سويلم كده، طلع على التليفون وقال لك ساعتها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محتاج له بطوله. بص اللعب عين عينك، اللعب عين عينك. فالنادي بيراميدز دلوقتي بيلعب لعبه مع اتحاد الكوره ان هو ياخد البطوله من النادي الاهلي. فاحنا بنقول كجماهير النادي الاهلي لا، احنا عايزين حكام اجانب، احنا عايزين حكام اجانب عشان لما اكسبك واديك 3 4 يبقى احنا كده زي الفل. بحكام اجانب بحكام محليين انت كده بتاخد على وشك، بتتاخد على وشك. ليه؟ الاهلي فايق، والاهلي يقدر يجيب اجوان ويجيب جون واثنين وثلاثه و10، هيجيب. وانا بقول لك هيجيب. وبيراميدز معلش، بيراميدز بيكسب واحد بالعافيه، 2-1، ما هو 1 يا 2-1 بالعافيه. وبيراميدز مش فايق. فانت ما تجيش تجيبها في الحكام الاجانب عشان الاهلي لما ياخد ما هو بقى الاهلي اهو الدوله، المؤامره، اللي مش عارف ايه، الشغل الزملكاويه اللي بيتعمل، ادي يا عم قصه الباني اللهبل اللي عمله الاسيوطي اللي هو بيراميدز اللي معمول كيد في النادي الاهلي. بخصوص الفار، ما حدش يسال الفار فين. هقول لك الفار فين. اتفرج على اون سبورت كده،
قبل الفطار كده هتلاقي جايبه ناشئين بتوع زاد، يعني زاد عامله دوره، جايبه بنياكوس اليوناني والاهلي ومش عارف استون فيلا ومش عارف فاينورد اللي هو الهولندي. فتنقيه الفار فين؟ في الدوره دي. شفت بقى تنقيه الفار فين؟ شفت الفار ليه مش في يعني القصه مش قصه فلوس، القصه مش قصه فلوس، ده الفار واخد اجازه يروح بس اللي هو الايه البطوله بتاعت زاد الدوليه دي بتاع الناشئين دي. ما خلاص بقى، ما هو المسؤولين شغاله على مزاجها، اقسم بالله ده شغل انا ما اعرفش الكره ازاي بتدار هنا عندنا في مصر. الكره هنا في مصر شغاله ازاي؟ يعني ايه اخد فار؟ ده كده الدوري يبقى باطل، كده الدوري يبقى باطل ومش فيه لائحه، مش فيه لائحه. لا بس الفار واخد اجازه في بطوله زيت للناشئين شغال فيها زي الفل. يعني القصه مش قصه فلوس زي ما طلعوا وضحكوا علينا وقالوا فلوس ومش فلوس والكلام الفاضي ده. ما هو طلعوا وضحكوا علينا قالوا لنا كده اصل في الشركه الاسبانيه عايزه مش عارف فلوس والشركه الايطاليه عايزه مش عارف ايه والاتحاد مديون والاتحاد. ادي يا سيدي القصه الهبده اللي شغاله من امبارح. واحنا كجمهور بنقول للكابتن محمود الخطيب الله يبارك لك يا كابتن محمود، الله يرضى عنك، هات لنا حكام اجانب وصمم على حكام اجانب عشان لما يتغلبوا محدش يطلع يتكلم ويقول تلت التالتة كام. امبارح كان في كده مكايده كده، شاف رئيس نادي الهلال على قناه الزمالك، انا ما اعرفش كده نسا والتاني، اقسم بالله العظيم كده نسا، انا ما اعرفش شغالين مع حريم. والله الاهلي شغال مع حريم بيلعب، الله وكيل. يعني اقول ايه بس زي على راي التمثيليه احنا شغالين مع عالم بهايم. الاهلي عامل مشكله مع فرقه راح جايب الهلال الرئيس بتاعه، وهتلاقي في تضامن، هيجي الوقت يقول لك احنا متضامن مع بيراميدز ومش عارف ايه والحكايه. هي كلهم حياتهم كلهم يعكنون على النادي الاهلي، بس سبحان الله الاهلي اللي بيعكن عليهم عشان كده بتلاقيهم تعبانين. والله الاهلي بيعكن عليهم. نزلت مع الحته دي بقى ما تبخلش عليا بالله عليك يا اخي، والله بتعب. بص بقعد ياسين وبقعد محمد وبقعد بقعد العيال كلها حابسهم في اوضه علشان خاطر اصور، فبالله ما تبخلش عليا بالله عليك. لا ياكل الاشتراك وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.